السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أتمنى أن تكونوا بألف خير. مرحبا بكم مجددا في حصة جديدة من حصص اللغة العربية، الوحدة الثانية، المدرسة، المكون، القراءة، الحصة الثالثة. الموضوع الصوت ف، حرف الفاء مع الحركات الطويلة. وكما تعودنا دائما قراءة الكلمات البصرية. إذا لدينا هذه، الأحد، أمام، أكتوبر، الاثنين، سفر، ما هي، أنا، الأربعاء، نوفمبر. أعيد أبنائي قراءة هذه الكلمات. والآن مع قراءة لوحة حروف الوحدة الثانية. سبق لنا في الأسبوع السابق أن درسنا حرف السين، والآن نعيد قراءة مقاطعه. إذا لدينا س، سو، سي، سا، سو، سي، سن، 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 سد. ثم لدينا حرف الفاء مع الحركات القصيرة ف، فو، في. أعيد أبنائي كتابة هذه اللوحة على دفاتركم وقراءتها عدة مرات. والآن مع وضعية الانطلاق نقرأ أبنائي: فارس، سفير، فول، فيل، صفير، مفيد، ثم رفوف. والآن مع العزل لدينا هنا 3 مجموعات، في كل مجموعة هناك كلمة مختلفة، وكما تعلمون مختلفة فقط في الحركات. إذا لدينا سفر، فار، فرس. ما الكلمة المختلفة؟ نعم، جيد، إنها كلمة فار. لدينا فلفل، فستان، فول. ما الكلمة المختلفة؟ فلفل، فستان، فول. جيد، إنها كلمة فول. لدينا المجموعة الثالثة، لدينا فيل، فئة، فرار. ما الكلمة المختلفة؟ نعم، إنها كلمة فيل. إذن نقرأ فار، فول، فيل. جيد، والآن نقرأ هذه الكلمات. كما تلاحظون هنا الفاء مع الحركات الطويلة. إذا لدينا فار، فول، نفير، فارس، يفور، مفيد. أعيد القراءة عدة مرات. والآن مع التجزيء المقطعي لدينا كلمة فارس. نجزئها أولا بالتصفيق. لدينا فارس، 3 مقاطع. إذا المقطع الأول فا، المقطع الثاني ري، المقطع الأخير سن، والمقطع المتضمن لحرف الفاء فا. لدينا مفيد، نجزئها بالتصفيق مفيد. المقطع الأول مو، المقطع الثاني في، المقطع الأخير دن، ثم المقطع المتضمن للصوت ف، في. نمر إلى الكلمة الأخيرة. لدينا رفوف، نجزئ رفوف. إذن المقطع الأول رو، المقطع الثاني فو، المقطع الأخير فن، والمقطع المتضمن للصوت ف مع الحركات الطويلة أو حرف الفاء مع الحركة الطويلة فو. إذا حصلنا على 3 مقاطع فا، في، فو. الآن مع عملية الدمج. لدينا هنا مقاطع نقوم بدمجها، نصل المقاطع التي تتصل مع بعضها ونترك التي لا تتصل. إذا لدينا المقطع ص، المقطع في، المقطع رن. إذا ما الكلمة؟ نعم،
صفير. لدينا البطاقة الثانية، لدينا المقطع صو، المقطع فو، المقطع فن. إذا الكلمة هي صفوف. لدينا البطاقة الأخيرة، المقطع فا، المقطع دي. إذا الكلمة فادي. أعلم أنكم قادرون على فعل ذلك. والآن مع التطابق الصوتي الخطي، إذا لدينا فا، فو، في. إذا فا هي تتكون، هذا المقطع يتكون من حرف الفاء زائد مد الألف. فو، فو، حرف الفاء زائد مد الواو. في حرف الفاء زائد مد الياء. جيد، نعيد مرة ثانية. فا، فو، في. والآن نقرأ هذه الكلمات المتضمنة لحرف الفاء مع حركات طويلة. لدينا دفوف، رفوف، عصفور، سفير، فول، فادي، فا، فو، في. ثم لدينا كلمة في. أعيد القراءة أبنائي. والآن مع التطبيق نأخذ الكراسة. التمرين رقم 4. أقرأ ثم أكتب في كل مستطيل المقطع المشترك بين الكلمات الثلاثة كما في المثال. إذا لدينا المثال الأول إذا لدينا في المستطيل الأول فرس، سفر، فم. إذا المقطع الذي تكرر في الكلمات الثلاث هو ف. إذا نمر إلى المستطيل الثاني. لدينا فارس، فار، دفاتر. إذا ما المقطع الذي تكرر أو المقطع المشترك بين هذه الكلمات؟ نعم، جيد، فا. نمر إلى المستطيل الثالث. لدينا مفيد، صفير، فيل. إذا ما المقطع المشترك بين هذه الكلمات؟ جيد، إذا المقطع المشترك يعني المقطع الذي تكرر في الكلمات الثلاث إنه في. أعيد أبنائي قراءة هذه الكلمات بمفردكم، وأعلم أنكم قادرون على ذلك. والآن أصل كل مقطع بما يناسبه ثم أكتب الكلمة. لدينا المقطع فو، المقطع من، المقطع دا، المقطع لن، المقطع فا، المقطع فن. إذن لدينا فو، بأي مقطع سنصلها؟ هل سنقول فوم أم فول أم فوف؟ نعم، فول. ونعيد كتابة الكلمة المقاطع فول. لدينا هل سنقول دم أم دف؟ وننتبه للمقطع الأخير، لدينا فا. هل بإمكاننا أن نقول فافن؟ لا، هذه كلمة ليست ذات معنى. إذا لدينا دف، نكتبه دف. وبقيت لنا المقطعان الأخيران فمن. جيد أبنائي، أتمنى أن تكونوا قد فهمتم هذه الحصة، وإلى اللقاء في الحصة المقبلة إن شاء الله. لا تبخلوا عني